فيديو النهاردة بقى بصراحة عملي جدا وحلو قوي. جايبالكم النهاردة ازاي تقدروا تحافظوا لأطول وقت ممكن على القوالب السيليكون، وازاي ننضفها، وبالذات القوالب المصري. القوالب المصري بتكون طرية قوي والماتيريال بتاعها مش حلو، وعادة ما بتلم تراب وتحسوها بتلزق كده. فانا النهارده هاجي معاكم بكل سهوله بطريقه سهله قوي. هوريكم ازاي بغسلها، هقول لكم بغسلها ازاي، وهوريكم انا بنشفها ازاي، وبعد كده ازاي اقدر احافظ عليها لاطول وقت ممكن. ولابسه الجوانتي ومرتبه الدنيا كلها ومظبطه نفسي وكاني داخله اعمل عمليه انتحاريه. بس خليكم معايا للاخر ومش هتندموا. الفيديو ده للبنوتات اللي بتحب تحافظ على حاجاتها، او المبتدئين اللي لسه بيشتغلوا في الريزن، او اللي دايما يسألوني ازاي بتحافظي على القوالب بتاعتك، او ازاي نحافظ على القوالب بتاعتنا والقوالب بتبوظ مننا بسرعة. اما هنا بقى فساجد قرر يحط التاتش بتاعه. هنا حبيت اوريك اهو عملي قالب. انا ما كنتش طبعا حطاه كويس وكان متعين متني، فللأسف دي النتيجة. والقالب ده نوعه مصري فطبعا باظ. اللي بيشتغل ريزن عارف ان القالب ده استحالة الواحد يشتغل فيه تاني، خلاص استحالة تظبط. فحبيت اوريكم انه ازاي لو احنا ما حافظناش على القوالب يعني هنرميها في الاخر. هنا بقى شوفوا القالب لازق فيه ازاي التراب، وهنا باين قوي يعني تراب وشعر. ومع ان القوالب دي انا عينها في ضرفة مخصصة ليهم وقافلة عليهم، انما متعانين بس كده فوق بعض مفيش. وده كمان قالب اهو مش مصري ولازق فيه تراب كتير جدا، بس هو مش باين زي المصري. وده كنت شغالة فيه، كنت مستخدماه قبل كده ولازق برضو فيه وفي بواقي رزن. فمش معنى ان احنا حاطين القوالب في درج في ضرفة وقافلين عليهم كده وخلاص فان احنا كده يعني حافظنا عليهم. انا بقى هروح اغسل القوالب دي كلها. وطريقة التنشيف انا هنشف بمنديل، هنشف بالمناديل بس بطريقة كده بالراحة خالص. وطريقة الغسيل اللي انا هعتمدها هجيب اسبونجة وسائل المواعين اي نوع طبعا، وهروح اغسلهم تحت المية واشيل كل التراب اللي عليهم بالاسبونجة، وهجيبهم هنا على الفوطة دي زي ما انتوا شايفين واقلبهم واصفيهم. هنا الصابون السائل بيزحلق التراب ويزحلق اي حاجة لازقة في القوالب وبس. وبكل بساطة بقوم بعد كده رايحة جايبة المناديل ومنشفة بالراحة خالص. هنا انا بغسل القوالب وبحطها عشان تتصفى، وبحطهم بقى كلهم واحد واحد، وبحاول ان انا اراعي يعني اللي الصغير هو اللي فوق والكبير تحت. بعد كده بقى هجيبهم وانشفهم بالراحة خالص، واخلي بالي من القوالب الضيقة دي علشان مفيش مناديل تلزق جوه ومعادش اعرف اطلعها. بنشفها وبقلبها برضو تاني بحيث لو في اي مية ولا حاجة. برضو جبتلكوا هنا طريقة تنشيف القالب الكبير ده لانه كان رخم شوية وفي تنايات، فحبيت اقول لكم ان القالب ده لازم نخلي بالنا قوي من الحروف بتاعته، لازم ننضفها كويس قوي ونخلي بالنا من التراب اللي لازق نشيله كويس. جيت لكم بقى هنا ازاي اهم حاجة في الفيديو كله، ازاي نحافظ على القوالب لأطول وقت ممكن، وازاي نعينها ونحتفظ بيها ازاي. كرتونة تحت، كرتونة العادي من عند اي بقال الكراتين الفاضية، وهنحط القالب كويس بطريقة مستقيمة يكون مفروض كويس جدا، ونحط كمان كرتونة عليه. وبعد كده هنلزق ونثبت، يعني لازم نثبت علشان ما يتحركش، يبقى كل اللي احنا عملناه في الفاضي. وهنلزقه من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين للتثبيت. لو مش عايزين تعملوا الحركة دي مش مهم، بس انا حبيت اعملها لان كده كده ممكن يتحرك يمين يتحرك شمال. اهم حاجة انه يبقى ثابت بقى عشان ما يبقاش فيه، ما يكونش معرض انه اي طرف منه يتنى او اي حاجة زي القالب اللي انا وريته لكم اللي باظ. هنا بعد ما انا ثبت من فوق ومن تحت هنيجي بقى لاخر خطوة.
انا لزقت طبق من فوق، لزقت طبق من تحت، ودخلته في كيس، بس الكيس طلع صغير شوية فاتصرفت وجبت كيس تاني ودخلت الاتنين في بعض. برضو الفكرة دي حلوة جدا، بعد ما بنخلص القالب ونقفل عليه ونحطه في كيس بنكتب اسم القالب والمقاسات بتاعته، وبعدين نحطها مع الكيس بحيث اما نيجي بعد كده ندور اللي بينسى بقى يبقى سهل عليه ان هو يبقى عارف ده ايه، بدل ما يقعد يفتح الاكياس كلها. هنا القوالب الصغيرة دي حطيت فيها منديل بعد ما نشفتها، منديل نضيف ناشف، وبعد كده برضو هدخلهم في الاكياس دي. انا جبت اكياس تلاجة وحطيتهم، وكان عندي كذا واحد صغيرين نفس الشكل فحطيتهم مع بعض في كيس واحد وقفلت عليهم الكيس كويس. وبس كده. هاجي بقى دلوقتي اجيب كل القوالب وهحاول اعينها معاكم. برضو جبت لكم شوية القوالب دول من ضمن الحاجات اللي انا غسلتها، في منهم المصري وفي منهم المستورد، وقلت اصوره لكم بالمرة عشان تشوفوا وانا بعينهم في الاكياس هيبقوا شكلهم عامل ازاي. هنا كل القوالب الصغيرة حطيت فيها مناديل وحطيتهم في الاكياس، وهنا القالب ده ما كنتش لسه عملت له منديل وكيس. وهنا هوريكم بقى القوالب الصغيرة عملتها ازاي. انا فردتهم ورصصتهم على القوالب الكبيرة، قلت بالمرة بدل ما يبقى اكياس كتير وكده كده كده هيبقوا منتظمين ومفروضين. اهم حاجة القوالب دي لازم تكون مفرودة كويس جدا علشان ما ترجعش برضو تتنى ويحصل معاهم مشكلة زي القالب اللي انا وريته لكم. وكمان هنا عندي القالب الوردة ده برضو هحط فيه منديل واحطه في كيس واحطه برضو كده معاهم فوق على الوش. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، ويا رب اكون قدرت افيدكم ولو بحاجة بسيطة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو تاني جديد، وباي باي.